في قيادة وكوادر حركة حماس بخالص العزاء لعائلة الرئيس محمد مرسي وزوجته وأولاده وإخوانه وللشعب المصري الشقيق. إياكم أن تحلموا بكرسي الرئاسة، هذا الكرسي محجوز سلفا وأبدا. رسالة بأفئدة وبعقول واعية، ويجب أن ندبر أن نرد إليهم هذه الرسالة. كرامتهم ويستعيدوا حريتهم. لسنا بأقل من كل شعوب العالم التي تحررت من الحكم الاستبدادي الدكتاتوري في أمريكا اللاتينية. الذي غالبه من الشباب لا يمكن أن يقبل بهذه الأوضاع. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ورؤساء وزعماء في غزة والضفة وفي الأراضي المحتلة عام 48، وأرسلت رئيس وزرائك إلى غزة في أول يوم للحرب، وحركت جامعة الدول العربية، وقمت حراكا سياسيا ودبلوماسيا على المستوى القومي والإقليمي والدولي ومع الأمم المتحدة، لتثبت أن مصر ستكون دوما مع فلسطين وإلى جنب فلسطين. شهادة حق أشهد بها لهذا الرجل، وكان لابد أن يتخلصوا من هذا الأمر. وستظل الأجيال القادمة جيل بعد جيل تذكر هذا الرجل وصف بطل مناضل صادق مقاتل محمد مرسي. وكان الرئيس أردوغان هو أول من دعا الرئيس محمد مرسي عندما علم بوفاته، وقال كلاما قويا أثنى فيه على الرئيس الشهيد، وهاجم فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، وتقدم المصلين في صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي في مسجد الفاتح. المقابلة التي كنت قد أجريتها معه ما بين الانتخابين، مش كان في جولتين للانتخابات، عن الأمراض التي ابتليت بها الدولة المصرية، مطلع اطلاع تفصيلي، وكان يعرف أن التحدي في غاية محمد مرسي رحمه الله. ولكن لضيق الوقت أكتفي بفكرتين من خبرتي الشخصية معه رحمه الله. أما الأولى، اليوم صباح هذا اليوم تحضيرا لبرنامجي أعظم الله أجركم وأحسن عزاؤكم وعزاؤنا، وغفر لمرحومنا، وجعل الله من الشهداء ومن العليين، ونحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذه المناسبة في إسطنبول. كل نفس ذائقة الموت وإنما إلينا ترجعون، ومن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. كل نفس ذائقة الموت، ولكن في بعض الناس يموت بموت الحيوانات، بل أدنى من الحيوانات. ولكن كما قال الله تعالى، يعني إن محمد مرسي رحمه الله من الشهداء. نحن اعتبرناه شهيدا ليس بسبب يعني شيء من عنديا أو أفقيا نحن نقول له شهيد، ولكن جدا قتل، ونحن شهدنا بأنه قتل، وهو شهد على من قتله، شهد على ذلة من قتله، وقتله شهادته أصبحت شاهدة لنفاق العالم، نفاق هذا العالم الذي كان يدعي ويفتخر بأن في هذا العالم في المسابقة في الديمقراطية وفي حقوق الإنسان وفي القيم الذين يفتخرون فيها من حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن كلهم كانوا صامتين عندما جاء الانقلاب في مصر بأبشع
حال وبأبشع مستوى، فيما قتل فيه أكثر من 3000 شخص في يوم واحد في ميدان، ولاحت من السابقين، أقول هذا في معنى خاص طبعا، من الأوروبا ومن الأمريكا الذين دائما يفتخرون أنهم السابقون في الديمقراطية، ولا يقولوا شيء ولا يعترضوا على هذه الحالة، كأن هذا كان شيء من العادي. كان العالم الإسلامي يستحق مثل هذا المعاملات ومثل هذا الممارسات، هذا هو ما يستحقه، لأن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان. ولكن عندما التقى في مصر بأحسن درجة وبأحسن حالة، أول مرة في تاريخ مصر ل5000 سنة، أول مرة واحد انتخب من قبل شعبه ليمثل شعبه بأحسن طريق وبأحسن شكل. يعني في أول سنة، ما مضى سنة ولا سنة، في أول الشهور بدأوا يتحدثوا ويتكلموا أين هذا، هي أصبحت استبداد، هذه استبداد. أين هو الاستبداد؟ بأي شيء تقارنوه مع من؟ مع مبارك؟ هذا كان أسوأ من مبارك؟ لا، هو انتخب ولكن لا يساهم المعارضة في الحكم. لماذا يساهم؟ ليس من وظيفته وليس من مسؤوليته أن يساهم يعني يقول له تعالوا أنتم شريكين معي في السلطة. الشعب انتخبه في الحكم، وهو الآن سيبذل كل جهوده عشان يحقق ويثبت بأنه هو سيعمل كل الجهود لإنقاذ مصر من كل مشاكلها. ولكن ما صبروا ولا بأشهر فقط، إلا بعد سنة انقلبوا عليه بأبشع شكل. وما جاءوا للأسف، هذه كانت مؤامرة، نموذج المؤامرة على محمد مرسي كانت مؤامرة علينا أن نأخذ كثير من العبارات، لأنها جاءت بصورة احتجاجات للمظاهرة الشعبية. في نفس الوقت كانت تزامنت مع الاحتجاجات في تركيا. ربما أنتم كنتم مشغولين، المصريون إخواننا المصريون كانوا مشغولين في حركة التمرد في مصر أثناء هذا الانقلاب، ولكن كانت تتزامن مع الحركة التقسيم في تركيا، وكان الهدف نفس الهدف. كان رجب طيب أردوغان في تركيا يجعل مشكلة للصهايونية ويجعل مشكلة للرؤساء العالم الذي هو لا يدار إلا بالظلم. وهو باستثناء رجب طيب أردوغان الذي هو يشكل لهم جدا مشكلة، لأنه يعترض، لأنهم أحيانا يقول لهم لا لظلمكم، لا لهذه حالتكم، لا لنظامكم الذي لا ينتج إلا الظلم، إلا عدم المساواة، عدم العدالة في هذا العالم. ولا نحن قادرين على استقلالنا، على كرامتنا، ولا نبحث إلا كرامتنا بعد فترة طويلة من الاستعمار أو استعمار النفسي في تركيا، في عالم الإسلام. وهذا كان طيب أردوغان. ورأوا في شخصية محمد مرسي رجب طيب أردوغان الثاني، قالوا يكفينا رجب طيب أردوغان وحتى لا نتحمل على رجب طيب أردوغان، وأرادوا أن يسقطهما بوقت واحد. الحركة التمرد وحركة الجزي كان هدفهما واحد، وكان إسقاط محمد مرسي في مصر وإسقاط أردوغان في تركيا. للأسف في مصر وصلوا إلى هدفهم. هذا هو امتحان لنا إن شاء الله، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات. هذا بلانا الله عز وجل في مصر بهذه الطريق، ويبلونا في تركيا وفي العالم كلها بأشكال مختلفة. الحمد لله في تركيا منذ 6 سنوات الهدف هو نفس الهدف، أن يسقطوا أردوغان كما سقطوا محمد مرسي في مصر. ولكن إن شاء الله موقفنا سيكون موقف صامت، وإن شاء الله لن يحصلوا على هذه النتيجة. وإن شاء الله دائما
نحن موقفنا مع المظلومين، مع المضطرين في هذه البلد، ونرحب كل المظلومين في هذه البلدة، لهذه البلدة ليست هي أمانة لنا، ليست ملكنا. وأن لو كنا نعلم هذا العالم ليس ملكنا إلا نحن ضيوف في هذا ولكن الجاهلون يظنون أنهم عندما يرتكبوا كل هذه الجرائم بالانقلابات وبالظلم وبالسلطات يظنون أنهم هذا ستبقى لهم وستكون لهم ملكا. لا، إن الملك لله ونستعوذ بالله. وأريد أن أبشر، أنتم شاهدتم إن شاء الله ليس طيب أردوغان فقط لكن بقيادته، ونشكره جدا لهذا الموقف. شعب التركي كله، ليس في مسجد فاتح فقط، في كل مساجد في أنحاء التركيا يوم الثلاثاء كان في الصلاة الغائب في كل المدن، في كل المساجد الكبرى في هذا. وأشكركم لهذه المناسبة إن شاء الله، ونتمنى من الله أن يرحمه يغفره ويجعله من العليين ومن الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.